بعد ما كل الناس يا جماعة اتكلمت عن المغرب وقالت ان المغرب شعب كريم ودايما بيكرمهم الضيف اللي بينزل في المغرب. ناس كتير يا جماعة طلعت شككت في الكلام دوت، بس طبعا في ناس كتير والاغلبية للناس اللي دايما طلعت اتكلمت في حق المغرب ان هم طبعا من الدول العربية القليلة اللي دايما تلاقيهم يا جماعة بيكرمهم الضيف. حاجة كده يا جماعة لما بنشوفها وبنسمعها بنفتخر بها ان احنا طبعا كدول عربية بنشكر في بعض وبنحب بعض، ودوت اللي احنا عايزين نشوفه في كل دولنا العربية. نتمنى ان كل الدول العربية يا جماعة ترجع تخاف على بعضها زي الاول تاني، وكل واحد يرجع يتكلم في حق الدولة العربية كلام طبعا يليق باسم الدولة وبمكانتها. هندخل النهارده يا جماعه نشوف الفيديو دوت بعنوان خليجي يتحدث عن المغرب. هنشوف قال ايه عن المغرب وبيتكلم وبيقول لك هي دي فعلا المغرب اللي كل الناس لازم تشوفها. فطبعا يا جماعه الفيديو دوت يا حضرات عايزين كل الناس تقول لنا رايها على الفيديو ويسيبوا لي يسيبوا لي في التعليقات رايهم. بس هندخل نتابع مع بعض الفيديو ونسيب الحكم ليكم، ويا ريت ما تبخلوش علينا باللايك والاشتراك في القناه، ويلا بينا ندخل على الفيديو. يقال كما أن المشرق بلد الأنبياء فالمغرب بلد الأولياء، فقد استوطن في المغرب كثير من أولياء الله تعالى الصالحين. ومن أعظم فضائل المغرب أنها احتضنت ساداتنا آل البيت رضي الله تعالى عنهم وعليهم من الله السلام، فاستوطنها إدريس الأول. لذلك في الوقت الذي استوطن خصوم آل البيت الشام فقلت فيه فضائل آل البيت ونشر أحاديثهم وذكر رجالهم، فأمير المؤمنين في الحديث الإمام سفيان الثوري رضي الله عنه كان يقول: إذا أتيتم أهل الشام فاذكروا فضائل علي، وإذا أتيتم أهل العراق فاذكروا فضائل معاوية، وذلك لانتشار النصب مذهب النواصب في الشام وأهلها. لذلك فعقيدة أهل المغرب في آل البيت رضي الله تعالى عنهم لم يشبها شائبة، لا شائبة ضغط سياسي ولا شائبة دفع أموال كما كان يحصل لخصوم، بل إن كثير من الأولياء الصالحين المشهورين في المغرب هم من هذه السلالة الطاهرة والعترة النبوية الفاخرة رضي الله تعالى عنهم وعليهم من الله السلام. اقرأوا مثلا للإمام الحبر الكبير الإمام ابن عبد البر رحمه الله الحافظ الكبير، وانظروا كيف يتكلم عن أهل البيت رضي الله عنهم. فإذا كان أهل الشام غلاة في معاداتهم وسبهم، وأهل العراق غلاة في حبهم، فأهل المغرب أهل اعتدال. وسبب هذا الاعتدال انتشار المذهب المالكي مذهب إمام دار الهجرة في المغرب، وانتشار عقيدة أهل السنة والجماعة عندهم. أما في جانب السلوك والتزكية فهم على طريقة الإمام سيد الطائفة الإمام الجنيد، الذي ما ذكره ابن تيمية إلا سماه ووصفه بسيد الطائفة. أما الشهرة السيئة لأهل المغرب فهي لسوء من يأتيهم من أهلنا وأصحابنا. لذلك في المثل يقال: فأهل القالة والعيب فيهم هم أهل العيب، لأنهم إنما ذهبوا ليبحثوا عن أمثالهم فوقعوا عليهم، ووقع الشبه على نظير. وقد شرفني الله تعالى بزيارة المغرب، فما رأيت إلا جمالا في الظاهر عند أصحابها وأوليائها وعلمائها وفضلائها، وجمالا في الباطن لكثرة ذاكري الله تعالى وعمار المساجد، وإن لم أكن من أهلهم ولا كفءا لهم، لكن هكذا رأيت وهكذا شاهدت. فإنه لا يوجد مسجد في المغرب إلا وفيه ختمة لكتاب الله على مدار السنة، يقرأ حزب في النهار وحزب في الليل، يقرأ فيه بقراءة جماعية لطيفة جميلة حضرها كثير من أشياخنا من الكويت، منهم الدكتور حاكم المطيري وغيره، وأعجب. أما مجالس الذكر فلا تخلو منها زاوية ولا يخلو منها مكان تجد فيها ذكر الله تعالى والأناشيد الجميلة اللطيفة التي يصلى فيها على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتقرأ فيها القصائد في مدحه الشريف الذي هو أجمل وأكمل وأعظم وأنبل مدح. أما ما يذكر عنهم من السحر وغيره فعندهم والله سحر قلوب أوليائهم الصالحين وعلمائهم وأفاضلهم لقلوب محبين. أما سحر المشعوذين والكهان فقل ما يخلو منه مكان، فقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة أشرف مكان وهو أشرف مخلوق. أما في الحديث عن جمال نسائهم فهذا لا عيب، يعني ليس من عيبهم ولا ذنبهم إن كان عندهم من الحسان ما أتاهم الله تعالى. حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالناس أعداء له وخصوم، كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وغيظا إنه لدميم.
من أجل شيوخي اللي تشرفت بلقائهم سيدي عبد الله بن عبد القادر التليدي الحسني الإدريسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو ملقب بحافظ المغرب الأقصى، وقد أجازني إجازة كاملة في جميع كتبه وجميع مروياته من كتب السنة النبوية المطهرة، نفعنا. حان وقت الفجر، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من ممكن. هذه الحلقه تدور احداثها جميعا في المغرب، ولكني اردت ان تكون المقدمه من هنا من داخل الاستوديو في محاوله للربط بين بلاد لنا فيها صهر ونسب، وبلاد نحلم ونتمنى ان تكون بخير دائما، في مراكش الحمراء من كوبولا. اترككم الان في رحله طويله وممتعة ومتنوعة من المغرب الشقيق، من المملكة العربية المغربية، من عند أشقائنا وأحبابنا وإخواتنا وبلادنا وناسنا. أسبت مع مراكش. يعني الاحتكاك بالإبداع المغربي من خلال الشعر والأدب والرواية والقصة القصيرة اللي انتوا عايشتوه وانتوا موجودين خلال ال5 أيام دول. جميل. الجزء اللي احنا كنا رايحين اساسا عشانه ده احتفاليه عربيه تتم داخل المغرب، مشارك فيها مبدعين مغاربه مع مبدعين عرب مع جماعه فاس سايس، دي يعني جماعه ثقافيه مهمه تنتمي الى مدينه فاس اساسا، هي اللي اسست التعاون مع هذه مع مؤسسه عبد العزيز بوقتين، فدي ده كيان كان موجود وعارفين ماشي ازاي. في الحياه المغربيه احنا شفنا المسرح الملكي، عملنا زياره للمسرح الوطني الملكي، مسرح مكشوف ومسرح مثل دار الاوبرا او مسرح الوطن القومي هنا في مصر، شيء بديع وعملي جدا، والعروض تقدم في كل ليله، والتعامل مع الحرم المسرح على ان هو مساله لا تمس، يعني مقدس. هناك اماكن، طبعا هناك اماكن واسعه فيها، حاولوا ان هم يستخدموا يعملوا كافيهات او اشياء من ده عشان قالوا مستحيل المسرح مقدس، في حين المقاهي تملا الدنيا. انت تروح اي مقهى لا يمكن لو اكلت على الرصيف في ساحه مسجد الفنا دي، لو انت اكلت عند ارخص بياع بيبيع لحمه راس مثلا او بيبيع ده، لا يمكن انك انت تخشى انك انت تصاب بتسمم او تاكل اكل. النظافه عنوان رئيسي، مش مستحيل، وهم يدركوا ده، لان لو سائح تعرض لنزله معويه او بمشكله هيغلق المكان. فاذا هناك وعي سياحي ده مش موجود عندنا، هناك وعي انك انا ابحث عن سائح ياتي لي مره اخرى ومره ثانيه ويخطط لده من خلال وجوده ده، التعامل بصدق، ثقافه المغربي العادي، اي العامل والرجل الشارع عنده ثقافه بيقدر يكلمك بيها. في حته مهمه جدا، احنا كمشارقه دايما بنعلق شماعه ان احنا مش قادرين نفهم اللهجه المغربيه او اللهجه الجزائريه او اللهجه التونسيه اللي هي اخفهم، مش قادرين نفهمها، فنقول ايه دي لهجه صعبه، دول ناس بيتكلموا فرنساوي. انا اؤكد لك من خلال احدى الصديقات اللي عرفنا بيها ياسين عدنان، اسمها مجدولين، ايوه، فتاه مغربيه في العشرينات تقريبا حاجه 20 سنه، 27 سنه، خبيره، هي الان تعمل في جنيف، كانت تزور المراكش بالصدفه، وكان حريص ان احنا نجلس معا في احدى الامسيات. خبيره في تذوق زيت الزيتون وتقييمه على مستوى العالم، خبيره في صنع الادويه، وصيدلانيه، هي وصيدلانيه، واخد بالك، تقيم في جنيف. بعد ما رجعت جنيف فور زيارتنا من وقت من رجعت جنيف لغايه من 3-4 ايام كانت فين؟ كانت في اسبانيا، بتعمل جوله في اسبانيا هي وعدد من الخبراء في العالم. بس دي خلتكم تحسوا ان اللهجه المغربيه ما فيش مشكله في التعامل؟ لا، دي اكدت لي حاجه مهمه جدا، هي ايه؟ ان المغربي قالت لي تعالى اتفرج على مناهج التعليم في المدرسه المغربيه العاديه، انتوا بتقولوا علينا ان احنا فرانكوفونيين وان احنا لا لساننا معوج وان احنا، تعالى شوف ايه. عندما يتكلم المغربي لا يخطئ، لا في خطأ في الفصحى ولا في خطأ في النحو، لما يقرأ الشعر يقرأه أفضل مني، لما يجي يقرأ في الفلسفة يقرأ الفلسفة، التاريخ، يعني هنا الغرب علمه بقى كمان المنهج والدقة وده، فناس محافظين على ثقافتهم العربية في مدارسهم في تعليمهم، وبعدين في نفس الوقت عندهم قدرة على اكتساب لغات أجنبية، فبيتكلموا الفرنسية بحكم ان كان في استعمار فرنسي في وقت من الأوقات، بعدين بيتكلموا الإسبانية بحكم ان في الجزء الشمالي القريب من إسبانيا وكان في احتلال برتغالي واسباني فترة من الفترات بالضبط، فهم عندهم السنس بتاع اللغة. إلى جانب بقى النهارده المغاربة، اللغة المهيمنة والسائدة في العالم هي
أشرف مكان وهو أشرف مخلوق. أما في الحديث عن جمال نسائهم فهذا لا عيب، يعني ليس من عيبهم ولا ذنبهم إن كان عندهم من الحسان ما أتاهم الله تعالى. حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالناس أعداء له وخصوم، كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وغيظا إنه لدميم. من أجل شيوخي اللي تشرفت بلقائهم سيدي عبد الله بن عبد القادر التليقي الحسني الإدريسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو ملقب بحافظ المغرب الأقصى، وقد أجازني إجازة كاملة في جميع كتبه وجميع مروياته من كتب السنة النبوية المطهرة، نفعنا. حان وقت الفجر، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مساء الخير، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من ممكن. هذه الحلقة تدور أحداثها جميعا في المغرب، ولكني أردت أن تكون المقدمة من هنا من داخل الاستوديو في محاولة للربط بين بلاد لنا فيها صهر ونسب، وبلاد نحلم ونتمنى أن تكون بخير دائما، في مراكش الحمراء من كوبولا. أترككم الآن في رحلة طويلة وممتعة ومتنوعة من المغرب الشقيق، من المملكة العربية المغربية، من عند أشقائنا وأحبابنا وإخواتنا وبلادنا وناسنا. أسيبكم مع مراكش. يقال كما أن المشرق بلد الأنبياء فالمغرب بلد الأولياء، فقد استوطن في المغرب كثير من أولياء الله تعالى الصالحين. ومن أعظم فضائل المغرب أنها احتضنت ساداتنا آل البيت رضي الله تعالى عنهم وعليهم من الله السلام، فاستوطنها إدريس الأول. لذلك في الوقت الذي استوطن خصوم آل البيت الشام فقلت فيه فضائل آل البيت ونشر أحاديثهم وذكر رجالهم، فأمير المؤمنين في الحديث الإمام سفيان الثوري رضي الله عنه كان يقول: إذا أتيتم أهل الشام فاذكروا فضائل علي، وإذا أتيتم أهل العراق فاذكروا فضائل معاوية، وذلك لانتشار النصب مذهب النواصب في الشام وأهلها. لذلك فعقيدة أهل المغرب في آل البيت رضي الله تعالى عنهم لم يشبها شائبة، لا شائبة ضغط سياسي ولا شائبة دفع أموال كما كان يحصل لخصوم، بل إن كثير من الأولياء الصالحين المشهورين في المغرب هم من هذه السلالة الطاهرة والعترة النبوية الفاخرة رضي الله تعالى عنهم وعليهم من الله السلام. اقرأوا مثلا للإمام الحبر الكبير الإمام ابن عبد البر رحمه الله الحافظ الكبير، وانظروا كيف يتكلم عن أهل البيت رضي الله عنهم. فإذا كان أهل الشام غلاة في معاداتهم وسبهم، وأهل العراق غلاة في حبهم، فأهل المغرب أهل اعتدال. وسبب هذا الاعتدال انتشار المذهب المالكي، مذهب إمام دار الهجرة في المغرب، وانتشار عقيدة أهل السنة والجماعة عندهم. أما في جانب السلوك الملكي مسرح مكشوف ومسرح مثل دار الأوبرا أو مسرح الوطن القومي هنا في مصر، شيء بديع وعملي جدا، والعروض تقدم في كل ليلة، والتعامل مع الحرم المسرح على أنه هو مسألة لا تمس، يعني هناك أماكن، طبعا هناك أماكن واسعة فيها، حاولوا أن هم يستخدموا يعملوا كافيهات أو أشياء من ده عشان قالوا مستحيل المسرح مقدس، في حين المقاهي تملأ الدنيا. انت تروح اي مقهى لا يمكن، لو اكلت على الرصيف في ساحه مسجد الفنا دي، لو انت اكلت عند ارخص بياع بيبيع لحمه راس مثلا او بيبيع ده، لا يمكن انك انت تخشى انك انت تصاب بتسمم او تاكل اكل. النظافه عنوان رئيسي، مش مستحيل. وهم يدركوا ده، لان لو سائح تعرض لنزله معويه او بمشكله هيغلق المكان. فاذا هناك وعي سياحي ده مش موجود عندنا، هناك وعي انك انا ابحث عن سائح ياتي لي مره اخرى ومره ثانيه ويخطط لده من خلال وجوده ده. التعامل بصدق، ثقافه المغربي العادي، اي العامل والرجل الشارع عنده ثقافه بيقدر يكلمك بيها. في حته مهمه جدا، احنا كمشارقه دايما بنعلق شماعه ان احنا مش قادرين نفهم اللهجه المغربيه او اللهجه الجزائريه او اللهجه التونسيه اللي هي اخفهم، مش قادرين نفهمها، فنقول ايه دي لهجه صعبه، دول ناس بيتكلموا فرنساوي. انا اؤكد لك من خلال احدى الصديقات اللي عرفنا بيها ياسين عدنان، اسمها مجدولين،
ايوه فتاة مغربية في العشرينات تقريبا حاجة 20 سنة 28 28 سنة، خبيرة، هي الآن تعمل في جنيف، كانت تزور الإبداع المغربي من خلال الشعر والأدب والرواية والقصة القصيرة اللي انتوا عايشتوه وانتوا موجودين خلال ال5 أيام دول. جميل. الجزء اللي احنا كنا رايحين اساسا عشانه ده احتفاليه عربيه تتم داخل المغرب، مشارك فيها مبدعين مغاربه مع مبدعين عرب مع جماعه فاس سايس، دي يعني جماعه ثقافيه مهمه تنتمي الى مدينه فاس اساسا، هي اللي اسست التعاون مع هذه مع مؤسسه عبد العزيز بوقتين، فدي ده كيان كان موجود وعارفين ماشي ازاي. في الحياه المغربيه احنا شفنا المسرح الملكي، عملنا زياره للمسرح الوطني والتزكية، فهم على طريقة الإمام سيد الطائفة الإمام الجنيد الذي ما ذكره ابن تيمية إلا سماه ووصفه بسيد الطائفة. أما الشهرة السيئة لأهل المغرب فهي لسوء من يأتيهم من أهلنا وأصحابنا، لذلك في المثل يقال: فأهل القالة والعيب فيهم هم أهل العيب، لأنهم إنما ذهبوا ليبحثوا عن أمثالهم فوقعوا عليهم، ووقع الشبه على نظير. وقد شرفني الله تعالى بزيارة المغرب، فما رأيت إلا جمالا في الظاهر عند أصحابها وأوليائها وعلمائها وفضلائها، وجمالا في الباطن لكثرة ذاكري الله تعالى وعمار المساجد، وإن لم أكن من أهلهم ولا كفءا لهم، لكن هكذا رأيت وهكذا شاهدت. فإنه لا يوجد مسجد في المغرب إلا وفيه ختمة لكتاب الله على مدار السنة، يقرأ حزب في النهار وحزب في الليل، يقرأ فيه بقراءة جماعية لطيفة جميلة حضرها كثير من أشياخنا من الكويت، منهم الدكتور حاكم المطيري وغيره، وأعجب. أما مجالس الذكر فلا تخلو منها زاوية ولا يخلو منها مكان تجد فيها ذكر الله تعالى والأناشيد الجميلة اللطيفة التي يصلى فيها على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتقرأ فيها القصائد في مدحه الشريف الذي هو أجمل وأكمل وأعظم وأنبل مدح. أما ما يذكر عنهم من السحر وغيره فعندهم والله سحر قلوب أوليائهم الصالحين وعلمائهم وأفاضلهم لقلوب محبين. أما سحر المشعوذين والكهان فقل ما يخلو منه مكان، فقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة. طبعا يا جماعه، وبعد ما سمعنا كلنا الفيديو دوت، نهمنا طبعا نعرف راي الناس على الكلام اللي اتقال دوت، وهسيب الحكم ليكم. بس يا ريت يا جماعه يكون الفيديو نال اعجاب حضراتكم، وما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.